مالك يا فهمي؟ أنا زعلان قوي. عم اكتشف إنه عنده سرطان. هو كده خلاص هيموت. ممكن تردوا عليا يا دكاترة؟ أهلا بيكم في أولى حلقات كبسو كاست سمير وأسامة، اللي بنحاول فيه نقدم كبسولة طبية من خلال بودكاست بيني أنا دكتور سمير وصديقي دكتور أسامة. أهلا دكتور أسامة، ممكن نحاول نجاوب على سؤال فهمي؟ أهلا دكتور سمير. بص يا فهمي، خلينا نقولك الموضوع ببساطة. تخيل جسم الإنسان زي مصنع كبير، وكل خلية فيه زي عامل. العمال دول بيشتغلوا بنظام، ييجوا يشتغلوا ولما ينتهي دورهم يرحلوا بهدوء. لكن السرطان بيحصل لما بعض العمال دول يصيبهم الجنون. مبقاش فيه نظام ولا تعليمات ولا ميعاد يرحلوا فيه. فعلا، في الحالة دي الخلايا دي بتبدأ تتكاثر بسرعة وبشكل فوضوي، بتكون تكتلات بنسميها أورام. والأورام دي نوعين: نوع حميد يعني قاعد في مكانه ما بيأذيش غالبا، ونوع خبيث وده اللي ممكن ينتشر ويأذي أعضاء تانية، زي ما يكون العمال المجانين قرروا يخرجوا من المصنع ويبوظوا مصانع تانية. وعلى فكرة، مش كل السرطانات بتعمل كتلة أورام في مكان واحد. زي سرطان الدم مثلا، اللي بينتشر في الجسم كله من غير ما يعمل كتلة واضحة، وده بيخلي التشخيص أصعب أحيانا. السرطان مش مرض واحد، ده مجموعة أمراض مختلفة تماما. خلينا نسأل كمان، ليه السرطان ممكن يسبب الوفاة؟ السرطان ممكن يعطل أعضاء مهمة جدا. مثلا لو سد الأمعاء، الجسم مش هيقدر يمتص الأكل. لو وصل للرئة، التنفس يبقى صعب. لو ضرب نخاع العظام، إنتاج الدم يتوقف. ولو راح للكبد أو المخ، ممكن يعمل خلل خطير أو نزيف. فاكر فيلم الناظر؟ الولد اللي كان بيزعق ويقول محدش هيتعلم هنا. السرطان كده بيمنع الخلايا السليمة إنها تشتغل وتنتج. لكن خلينا نقول الحقيقة المهمة جدا، مش كل السرطانات قاتلة. دلوقتي بفضل التقدم في الطب، في سرطانات فرص الشفاء فيها عالية جدا، زي سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وسرطان الغدة الدرقية. نسبة الشفاء بتعدي 90%، والناس بتكمل حياتها عادي جدا. وطبعا كل حالة غير التانية. في عوامل بتفرق: نوع السرطان، مكانه، سرعة انتشاره، وصحة الشخص المصاب. بس اللي نقدر نطمن بيه الناس، الأمل موجود والتقدم مستمر. في نهاية الحلقة نرجو إننا نكون قدمنا معلومة مفيدة وجاوبنا على سؤال فهمي. شكرا ليك صديقي أسامة. شكرا صديقي سمير. شكرا على المعلومات المفيدة. أطير أنا بقى.